هذه القضية ليست قضية شعب، إنما هي قضية أمة، هي قضية عقيدة، هي قضية دين، هي قضية تمس كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن المعلوم أن أمة الإسلام أمة واحدة يجب عليها أن تتحد في مشاعرها وأحاسيسها وآلامها وآمالها، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها أمة واحدة. ولكن بجانب ذلك أيضا هذه القضية تتعلق بالدين، تتعلق بالعقيدة، فمع وجوب تحرير أي شبر يحتل من بلاد الإسلام على المسلمين جميعا هناك واجب مقدس تجاه هذه القضية، لأن المسجد الأقصى المبارك مرتبط بصميم العقيدة الإسلامية، وتحريره دين في رقاب المسلمين جميعا. فالله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون وريثة الأمم السابقة في مقدساتها، وأن تكون وريثة النبوات المتقدمة في هداياتها.